حكايتنا النهاردة ورغم إنها من حكايات زمان إلا إن معناها لسه عايش معانا حتى الآن. خلينا أفكركم إن حكاياتنا لكل الأعمار، كبار وشباب وصغيرين كمان. تعالوا نسمع الحكاية. كان يا مكان ملك من ملوك زمان، شاف في منامه رؤية عجيبة، من نومه قلقته وحيرته، ويوماتي عن حياته شغلته. شاف كل أسنانه اتكسرت ومن مكانها وقعت وعلى الأرض اتوزعت واتبعترت. قلق واحتار وانشغل تفكيره أيام وليالي كتيرة، وقرر ما يسيبش حاله زي ما هو كده. فأمر الحراس يجيبوله واحد من أشهر وأشطر مفسري الأحلام اللي هيفسر له رؤياه ويريحه من قلقه وحيرته اللي شغلاه. وفعلا جاله المفسر وحكاله الملك عن رؤياه من أولها لحد آخرها. تفتكروا المفسر قال له إيه؟ هقول لكم. المفسر لما سمع رؤيا الملك سأله سؤال: أنت متأكد يا مولاي من اللي شفته؟ رد عليه الملك وقال له: أمال يعني أهزر معاك؟ طبعا ده كل اللي حصل بالتمام والكمال زي ما حكيت لك كده بالظبط. فرد عليه المفسر بصوت حزين وقال له: للأسف يا مولاي، ده معناه إن كل أهلك هيموتوا قدام عينيك واحد ورا التاني. وقتها اتغيرت ملامح الملك وبان عليه الحزن والغضب الشديد، وفورا أمر الملك بسجن مفسر رؤياه، وأمر الحراس بأنهم يجيبوا له مفسر تاني في الحال. ولما عرف المفسر التاني رؤيا الملك قال له نفس تفسير المفسر الأولاني اللي اتسجن يا حرام. وغضب الملك نفس الغضب وأمر بسجن المفسر التاني زيه زي الأولاني. وفي الحال جاله المفسر التالت وحكاله الملك رؤياه، لكن المفسر التالت كان أذكى شوية من الأولاني والتاني. وقبل ما يروح للملك عرف حكاية رؤياه وفهم هيتعامل مع دماغه ازاي. المهم وصل المفسر التالت للملك، وبعد ما سمع رؤيا الملك رد عليه وهو مبتسم ابتسامة كبيرة كده، وزي ما بيقولوا من الودن للودن، وقال له: متأكد انك شفت الرؤية دي يا مولاي؟ فقال له الملك: أيوة طبعا زي ما سمعت كده، ومطلوب منك تفسرها لي في الحال. فقال له المفسر الثالث: الله الله الله، ما شاء الله، مبروك عليك رؤياك يا مولاي. استغرب الملك فرحة المفسر وابتسامته اللي مفرقتش وشه، وقال له: بتبارك لي على ايه؟ رد المفسر على الملك وقال له: أبشر يا مولاي، انت هتكون أطول أهلك عمرا. بص الملك للمفسر وهو مستغرب قوي وخايف يفرح، وقال له: انت متأكد من اللي بتقوله ده؟ قال له: طبعا متأكد جدا يا مولاي، وبقولها لك تاني، انت هتكون أطول أهلك عمرا. فرح الملك فرحة كبيرة، وفي الحال ادى المفسر هدايا كتيرة. سبحان الله، أما بجد حكاية عجيبة وملك دماغه غريبة، لأن إذا كان الملك أطول أهله عمرا فمن الطبيعي إن أهله كلهم هيموتوا قبليه، وده نفس اللي قاله المفسر الأولاني والتاني. فكروا فيها شوية كده. يعني المنطق بيقول إن المفسر التالت مصيره زيه زي الأولاني والتاني، بس اشمعنى ما اتسجنش رغم إن المعنى واحد؟ هقول لكم وببساطة. وزي ما قلنا من شوية إن المفسر التالت كان أذكى من الأولاني والتاني، وقبل ما يروح للملك عرف حكاية رؤياه وفهم هيتعامل مع دماغه ازاي، فعرف يختار يقول تفسير الرؤية بأسلوب جميل وبكلام حلو يسعد بيه الملك ويطمنه من غير ما يقلقه ويزود حيرته ويشغله. شفتوا بقى قد ايه اختيار الأسلوب والكلمة مهمين وبيفرقوا قوي مع كل الناس، كبار وكمان صغيرين. عشان كده اختاروا كلامكم كويس وراعوا أسلوبكم واعملوا زي المفسر التالت مش الأولاني ولا التاني. وخلينا فاكرين إن كل واحد يقدر يوصل المعنى اللي عاوزه بس بأسلوبه بكلام حلو يسعد ويفرح. وأخيرا وليس آخرا، كن كما قال أحدهم: إن من الكلام ما هو أشد من الحجر وأنفذ من وخز الإبر وأمر من الصبر وأحر من الجمر، وإن من القلوب مزارع فازرع فيها الكلمة الطيبة، فإن لم تنبت كلها ينبت بعضها. بس كده، وتوتة توتة خلصت الحدوتة. سلام.